كنت بشتغل 14 ساعة ودخلي رقم ما كنتش أحلم بيه، بس برضه كنت مديون. أكتر 3 حاجات كان نفسي أتعلمهم بدري عن كده شوية هو إني أتحرك ما بين الشركات في مساري الوظيفي بهدوء، وإني أعيش بلايف ستايل أقل من مستوى دخلي، وإني أستثمر وقت أكتر لنفسي، وإني أطور مشروعي اللي أنا كنت بحلم بيه. المشكلة وقتها إني كنت ببص تحت رجلي وأقبل أي شغل بيجيلي، ولو جالي أوفر أعلى بنسبة كويسة ما كنتش بفكر. ومش بس كده، ده كان اي دخل زياده بيجي لي كنت بدور له على طريقه اصرفه بيها. وبدا بقى اللايف ستايل يتغير والاحتياجات تتغير، وانشغل عن اهلي وعن بيتي وعن عيلتي بالشغل، لان اللي كان نايس تو هاف بقى اساسي، واللي ما كانش بيجي في بالي اصلا بقى هدف. وفضلت بقى في الدايره دي لحد ما وقفت عند نقطه وقررت انه كفايه، محتاج تهدى، وكفايه بص تحت رجليك، خلينا نفكر لقدام شويتين. وبقيت اقيم الشغل وعوامل مختلفة عن الفلوس، وبقيت ادي اولوية اكبر للراحة النفسية والاستقرار، وبدأت افهم قيمة الفلوس واحاول اديرها بشكل افضل، وبدأت اخطط لمشروعي عشان لما يجيله وقته اكون جاهز ليه. كل ده عمره ما كان هيحصل طول ما انا مربوط في الدايرة بتاعت الدخل اللي بيزيد والاحتياجات اللي بتزيد اسرع منه. انت بقى بتبص تحت رجليك زيي ولا كنت ناصح وفاهم من الاول؟